أبو حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. كان أبو بكر الصديق في حال قراءته وفي حال صلاته يشم عنده رائحة الشواء، وما ذلك إلا لاحتراق كبده. فيقول لهم: هل بينكم وبين ربكم هذا آية تعرفونه بها في علامة بينكم وبين ربنا؟ فيقولون: نعم، الساق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما، فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونسأل الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم ملالي وهابية. أبو حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. عندما كنت أتبع البيعة التي كانت فلتة، كنت دائما أسمع أهلي وفي المساجد والقنوات حين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أراه شيء عادي جدا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تركت البيعة التي كانت فلتها واتبعت بيعة الغدير تغير كل شيء، حين رأيت أن أهل الحق الشيعة يصلون بأعلى أصواتهم على النبي صلى الله عليه وآله، وحين يذكرون النبي يصلون عليه بكل ثقة وهدوء، لأن ألسنتهم موفقة للصلاة عليه. فبعد هذا أصبح بالنسبة لي عيب وعار أن أسمع أحد أفراد عائلتي أو شيخ يصلي تلك الصلاة الاستهزائية، لأنه استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله أن تصلي عليه بتلك الطريقة المضحكة والمخزية والبغيضة. وكما تعلمون أن أهل السقيفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم موديلات متنوعة ويتفننون في الصلاة على رسول الله. لنبدأ مع الموديل الأول. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الموديل المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من أفضل الموديلات للصلاة على النبي وأشهرها. يعني الذي أنتج هذا الموديل يستحق جائزة نوبل، صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الموديل أزعجهم لأنه طويل وصعب، صلى الله عليه وسلم كثير. سيرة النبي عليه وسلم في هذا الجانب والله هو تسرح في خيالها بعد ذلك، بس هذا نعم، هذه أفضل شيء. والنبي عليه وسلم جمع كل، يعني والله كل شيء في سيرة النبي عليه وسلم. لو تفردون إن شاء الله برنامج إن شاء الله كيف عاش النبي عليه وسلم أزواجه وكيف عاش معهن. النبي عليه وسلم هذا اختصار للموديل الأول، صلى الله عليه وسلم، يعني موديل نيو فيرجن، فقاموا بحذف الصاد، يعني حتى الصاد ثقيلة أوي. عليه وسلم أفضل، صدعتونا الصلاة على النبي، صلوا على النبي، عليه وسلم أفضل يا أخي. لماذا هذه الصاد الكافرة في الصلاة؟ احذفوها وريحونا. والنبي عليه وسلم جمع كل، يعني بل حتى هذا الموديل تم إعادة النظر فيه لأنه ما زال ثقيلا في اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ربما أفضل، نعم أفضل من الآخر. هذا الموديل تم حذف منه العين، هذه العين الكافرة المشركة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأسهل وخفيف في اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا، بل حتى هذا الموديل النبي صلى الله عليه وسلم يجب اختصاره لأنه يضر في اللسان ويظهر منه علامات البدع والشرك. ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، مرة ثانية حتى أستمتع مع فضيلتك. الله. ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أحسنت، النبي صاد، وهذا أفضل موديل ومختصر جدا، لا صاد ولا عين ولا لام ولا ميم. لماذا هذه الحروف الكافرة الرافضية جعلتموها في الصلاة على النبي؟ النبي صاد سريعة في الفم. أنتم تعلمون أننا نتعب كثيرا في الصلاة على النبي. بارك الله في هذا الموديل الجديد، تكبير تكبير، الله أكبر. والآن لنشاهد موديل آخر ونادر جدا، لا تكاد تجده عند أحد، فقط في المتحف. النبي صلى الله عليه وسلم عمر. النبي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وبعد هذا النوع تشعبت أنواع أخرى جديدة. يلا يا سعادة البي، يلا يا أخويا أكشنها بقى، الناس عاوزة تتفرج. مصطفى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ما هذا الورع، ما هذا الأدب مع رسول الله، تكبير تكبير، الله أكبر. الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، مؤدب جدا ما شاء الله. نشاهد هذا المقطع لأحد كهنتهم وهو يتحدث عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله،
وفي نفس الوقت لا يصلي عليه. شاهدوا المهزلة لهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهقولهم لك بسرعة كده، قال من صلى علي صلاة واحدة كان ممكن يبقى ليه كام؟ 10 حسنات مش كفاية، 700 حسنة برضه مش كفاية، مليون حسنة برضه مش كفاية. أصل قدر النبي عالي، أصله غالي جدا عند ربنا، أصل ربنا بيحبه صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر. يذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فكن على ثقة أن الله لم يصلي عليك أبدا. في المقطع القادم هناك من اتهم الوهابية بأنهم لا يصلون على النبي، وهذا الوهابي يريد أن يدفع التهمة عن الوهابية، فشاهدوا المهزلة. ويكذبون علينا، يكذبون حتى يا إخواني بعضهم يقول لنا أنهم يقولون لنا أنتم ما تصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا سمعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعونا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يكذبون علينا ويقولون أنتم ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. صراحة لم يكذبوا حين قالوا عنكم أنكم ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا استهزاء بخير خلق الله، لأن الله قال فيه، هو مش ربنا اللي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ يعني يا جماعة اللي حابب يفعل فعل يفعله ربنا عز وجل ويفعله الملائكة، يكثر من الصلاة على رسول الله، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان ممكن يشيل لنا يا أيها الذين آمنوا دي ويقول صلوا عليه وسلموا تسليما على طول، لكن الله شهد بالإيمان لكل من صلى على رسول الله محبا متطوعا. الله شهد بالإيمان لكل من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله محبا ومتطوعا. والسؤال، هل هؤلاء شهد الله لهم بالإيمان وهل يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرسول الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه؟ هي دي صلاة؟ أقل شيء يا عباد الله هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء حرمهم الله من هذا الفضل، لأن ألسنتهم وقلوبهم الناصبية وفتوى القتل والإجرام وأكل أموال الناس لا تسمح لهم بالصلاة عليه، ثم يتبجحون بأنهم أهل اللغة. أضحكني حين قال نحن لا نعرف النحو هو لا يعرف أني أصلا خريج لغة عربية. يعني هذه مهنتي. ما شاء الله، خريج اللغة العربية وهذه مهنته. لنشاهد هل سيطبق اللغة العربية ومهنته في الصلاة على رسول الله أم لا؟ الشريط أظن هذا منذ سنين طوال اسمه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني معنى في هذا المعنى. أضحكني حين قال نحن لا نعرف النحو هو لا يعرف أني أصلا خريج لغة عربية. يعني هذه مهنتي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت وديت اللغة فين يا ولد؟ يا خريج اللغة يا متعلمة يا بتاعت المدارس. حين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله ينسون كل شيء، لا لغة ولا هم يحزنون، لأن الشيطان استحوذ على قلوبهم وألسنتهم. شهدوا. هذه نصيحة. كثيرا ما أسمع مشيخات ومدرسين يبدأ فصيحا يعد كلماته وحروفه حتى إذا ذكر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم تفاصح حتى أخرج كل حرف من مخرجه فأبلغه وأفصحه، إلا عند الصلاة على النبي فبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نصيب الشيطان من فمه ولسانه. يا للعار ويا للمهزلة. ولكن هل يفعلون نفس الشيء مع أصنامهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن تيمية إلى آخره؟ لنشاهد أولا أبو بكر. عليه ماء باردا ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب صلى الله عليه وسلم ثم رد قال اشرب يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم. لنشاهد ماذا سيقول حينما يصل إلى أبي بكر. رضي الله عن أبي بكر الصديق الأول الإمام الكبير في الإسلام.
عندما وصل إلى أبي بكر قال: رضي الله عن أبي بكر الصديق الأول الإمام الكبير. أما رسول الله سر خالية رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على محمد. رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على محمد، لم يقل وصلى الله على محمد، لا، هذه ثقيلة في ألسنتهم. هل هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أبدا. لنذهب إلى عمر صلى الله عليه وسلم 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 لكان الله عزل لكان الله عزل الله عزل الله عزل الله عزل قول الله عزل قول الله عزل الله عزل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه. الله عزل والنبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه يقولها بكل هدوء. نذهب إلى عثمان. دفعهم إلى هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أنه لا ضير أن يحسن الإنسان إلى قرابته، فبعض الولايات أعطاها قرابته وبعضهم ممن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى، إياك أن تنسى. لنذهب إلى عائشة. طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله عنها. طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها. لنذهب إلى علمائهم ابن القيم وابن تيمية. لك صلاتي كلها يا رسول الله اللهم صل وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول ابن القيم رحمه الله: فذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقالوا لابن تيمية رحمه الله: اشرح لنا الحديث. فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من هؤلاء عندهم مشكلة مع رسول الله، فلو كانوا فعلا يحبون أهل البيت عليهم السلام لجعلوهم في الصلاة على رسول الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. شاهد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة بظان، لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه. الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم، إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن ثبت بسند صحيح عندهم الصلاة على رسول الله وآل رسول الله، والوهابية فقط يكتفون بصلى الله عليه وسلم ويحذفون آله. مقطع آخر. ومن أعظم مناقبهم في القرآن أيضا أن الله جل وعلا أمر بالصلاة عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب دي فيها الصلاة على آل البيت يا مولانا؟ أيوة فيها. منين الكلام ده؟ من الحديث النبوي في الصحيحين. خلي بالك عشان هتعرف لأول مرة معنى الآية دي أنه يدخل فيها تبعا الصلاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله. إذن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالصلاة على رسول الله وآل رسول الله ويعترفون بها. نكمل المقطع. في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فدخلت الصلاة على آله تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر من الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة عليه تتضمن الصلاة على أهل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شايف الكرامة دي؟ عاوزك تتصور كم مليون مسلم يصلون على آل بيت النبي كل يوم عشرات المرات. صلاة الفرائض والنوافل
وما شاء الله. يقول يصلون على آل محمد في الفرائض والصلاة، بل رغم أنفك وأنف علمائك إذا لم تصلي عليهم في صلاتك فلا صلاة لك. ولكن هل تتجرأ أن تشرك الصحابة في صلاتك؟ لو فعلت هذا تبطل الصلاة. هذا يدل على أن أهل البيت أعظم شأنا ومرتبة عند الله من الصحابة أجمعين، حتى جعلهم الله يصلى عليهم في كل صلاة. ولكن هل تشركوهم في الصلاة عندما تصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولكن لماذا يا وهابية لا تصلون على آل بيت رسول الله؟ ألستم تعترفون أنه واجب الصلاة عليهم؟ فما هو السبب؟ قد لاحظت في الفترة الأخيرة انتشار على الواتس وعلى غيرها كلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذه الكلمة صلاة مبتورة، صلاة الشيعة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. يقول هذه صلاة الشيعة. عجيب، رسول الله في البخاري هو من أمرنا أن نصلي هذه الصلاة. هذا الوهابي يناقض نفسه بنفسه. شاهدوا. قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي في التشهد. طب نصلي عليك إزاي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما علمهم أضاف آله إليه. عجيب، هو نفسه يقول فلما علمهم أضاف أهله إليه، ثم مباشرة يقول صلى الله عليه وسلم، وينسى ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا هذا، هل رسول الله أضاف أهله مع أصحابه أم فقط أهله؟ لما علمهم أضاف آله إليه. فمن أنت حتى تضيف الصحابة؟ وأنت بنفسك تقول بأن رسول الله أضاف أهله إليه ولم يضيف الصحابة. لماذا هذا الحقد الدفين على أهل بيت رسول الله؟ ثم بكل وقاحة يقولون نحن نحب أهل البيت، نحن أهل السنة. هل هذه هي السنة؟ هل هذا هو الحب؟ حتى الصلاة عليهم لا تصلوها. ويقول هذه صلاة الشيعة. ما شاء الله، صلاة الشيعة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. الله أكبر على حقد هؤلاء. يقول هذه صلاة الشيعة. نشاهد الرد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة بظان، لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه. الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم، إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نصلي عليه وعلى آله، فلأن قلوبكم الناصبية لا تتحملها نسبتموها إلى الشيعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في بعض النسخ للكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم إدراج لفظة آله؟ تخصيص آله ما يكفي، آله وأصحابه. تخصيص آله هذا صار شعار للشيعة الآن، ولا يجوز أننا نحيي سنة الشيعة في هذا. نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أو نقول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الذي ورد في الأحاديث. هذا الذي ورد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الصلاة على الآل هو شعار للشيعة، وإذا صلوا على الآل يجب إدخال الصحابة، وإلا يقولون صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ما هذا الحقد؟ ما هذه الضغائن؟ نشاهد هذا المقطع. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بدينا في البدع عادي يا عم أبو عبد الله. سب؟ بدينا في البدع. إيه. شلون؟
ما تقولها في الميكروفون. ما في الميكروفون يا أحمد، سجلتها؟ إيه. يذكر ما سجلتها. ليش؟ لا ما هذان ما شاء الله. ما في شيء، ذكر الله ما في شيء. يشهد لك يوم القيامة. الله كريم، الله كريم. هذا المؤذن الوهابي انتهى من الآذان وصلى على خير خلق الله مع آله، وقد شاهدتم فضل الصلاة عليه. فقام الوهابي بإبعاد الميكروفون عنه وقال بأنها من البدع. الله أكبر. هل الصلاة على رسول الله وآله عندكم بدعة؟ نشاهد كيف رد عليهم عدنان إبراهيم. عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر. لا تسلم عليهم، لا تقل عليه السلام، هذه شعار الشيعة. الشيعة يصلون نترك الصلاة إذن؟ الشيعة يؤذنون نترك الأذان؟ الشيعة يوحدون نكفر بالله؟ ما هذا؟ أي فقه هذا؟ وينسب إلى فقهاء كبار أجلة. أيها الإخوة، ممنوع. إذا صار شعارا للمبتدعة فلا، ما هذا؟ أترك الشرع إذا صار شعارا للمبتدعة، بدل أن أفرح بأن هؤلاء المبتدعة كما تسميهم يشاركونني في سنة سنية. أنا أفرح، أنا أريد الخير لكل الناس، فمهما شاركني الناس في الحق الذي أراه حقا فالحمد لله له الحمد والمنة. قال لا، أنا أترك هذا الحق، لا نريده، لأن الشيعة تصطنعه. في الحقيقة ليس لهذا، لا، بل لشيء في القلوب على أهل بيت رسول الله. يريدون أدنى حيلة وأدنى معذرة حتى ينقص آل بيت رسول الله من حقهم، ثم بعد ذلك نأتي ونزعم أننا من أحباب آل بيت رسول الله. عجيب أمر الوهابية، يعني نصب وعداء لأهل البيت واضح بدون تقية. نشاهد ما هو رد الشيعة. أقل تقدير أن الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات و7 أراضين وعرش يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها أمر لو مو أمر يا أيها الذين آمنوا إذا أنتم مؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. أصبحت الآن هاي اللي هسه هتفتوا بيها الصلوات أصبحت شعار للرافضة، شعار الروافض. بس تسمعون صوتك بالصلاة إذا بعمرة لو بالحج بجاك النداء اللهم لعن الروافض قطعان من الهمج. ليش؟ هو نبي الروافض؟ ليه؟ والله يشرفنا أن يكون بس نبينا، وإن شاء الله بس نبينا، وإن شاء الله بس إحنا نشرب من حوضه إن شاء الله تعالى. ما شاء الله، هذا فخر لنا نحن الشيعة أن يكون شعارنا هو الصلاة على محمد وآل محمد، وأن عدوك يعترف بذلك، فيا له من فخر. الحمد لله الذي وفقني وجعلني من الذين يصيحون بأعلى أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله في المؤمنين. حقيقة هذه من دواعي الإيمان، إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه. صلوا على محمد وآله. وغني. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه بركة من الله حرمكم منها بصلاتكم المبتورة. أنا هذه بعد ما قلتها في مجلسكم دائما أقول، ومن الله أسأل التوفيق. إذا كنت أتكلم بأي كلام وذكرت شيئا يستدعي الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فلا تترددوا ولا تخجلوا واقطعوا كلامي بالصلاة على محمد وآل محمد. نحن مسترزقون، احنا تجار. عندما نحضر هذه المجالس إنما نحضرها لأجل أن نخرج منها بعطاء من الله سبحانه وتعالى. واعلموا بأن الله تعالى ما جعل ثمنا لشيء كما جعله للصلاة على محمد وآل محمد، حتى جاء في كتاب الكافي بأن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. إخوتي الكرام، لا تنسوا أن تنشروا هذه الحلقة لفضح هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا حب رسول الله وأهل بيته.
إخوتي الكرام، أحرقوا قلوب الوهابية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا هلا يا مرحبا يا ساعة سلم، يا هلا يا مرحبا يا ساعة سلم، يا رضاع الكبير يا بول البعير، يا تكبر يا تفجر يا إيران هي السبب. دعونا نشاهد ماذا يوجد في هذا التلفاز الكافر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا الموجز الإخباري. ومرة أخرى ذهب ضحايا عدد كبير من الشيعة أثر انفجار مسجد شيعي في أفغانستان على يد المجاهدين السنة الكارهين للشيعة. يا الله يا الله، رجال وأبطال يا أحفاد الصحابة، هذا هو الجهاد الحقيقي، لا خوف في قلوبهم أبدا، دفاعا عن دين عمر، عن دين الله عز وجل. نعم نحن قوم لا نخشى في الله لومة لائم، أينما وجد العدو فنحن له بالمرصاد. نعم. وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا إلى اليوم، واستهدفت إسرائيل مستشفيات ومباني في غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلوبنا معكم يا أهل غزة، قلبي الصغير لا يتحمل. نحن ندعو لكم ليل نهار يا أهل غزة، والله سوف نأتيكم يا إسرائيل ولو بعد حين، فنحن أحفاد عمر. صحيح إلى الآن لم نفعل أي شيء، ولكن نخطط. نعم نحن نخطط. سنصل إن شاء الله، فقط اصبروا يا إسرائيل، سترون العجب. ننتهي من الشيعة الخطر الأكبر، الأخطبوط. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا الموجز الإخباري. وصلتنا أنباء اليوم من مراسلنا قطيطة على أن دولة إسرائيل قد أعلنت إسلامها. ماذا؟ إسرائيل أسلمت؟ ما هذا الخبر المفرح؟ الله أكبر، تكبير. يا امرأة اتيني بالحليب. ولا فقط أعلنت إسلامها، بل وتشيعت الدولة بكاملها، وعلى رأسهم رئيس الدولة، وأعلن أن دولة إسرائيل قد أصبحت دولة شيعية. ماذا؟ إسرائيل تشيعت؟ يا إلهي، ماذا سأفعل الآن؟ يا امرأة اتيني ببول البعير. وخرج الشعب الإسرائيلي في حشود كبيرة جدا 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 ينالون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن أم المؤمنين عائشة كانت تكذب على رسول الله، وكانت تحتال عليه، وكانت ترفع صوتها عليه، وكانت تعصيه. فخرج الشعب الإسرائيلي الشيعي ينال من صحابتنا الكرام أبي بكر وعمر، ويقولون أنهم كاذبان آثمان غادران خائنان فاجران ظالمان، ويطعنون في سيدنا معاوية، ويقولون أنه كان ينال من سيدنا علي، وأن سيدنا عمر كان جبانا، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه يهجر. فمن خلال الأنباء الصحيحة التي وصلتنا للتو تؤكد فعلا أن الشعب الإسرائيلي قد تشيع والعياذ بالله. ماذا؟ إسرائيل تشيعت فعلا؟ يا إلهي ماذا أرى؟ يا إلهي ماذا جرى؟ تشيعت إسرائيل وتنال من صحابة رسول الله ويطعنون في أم عائشة؟ كيف يطعنون في أم عائشة؟ أم عائشة صحابة النبي التي برأ الله من فوق 10 سماوات. وصحابواه. ماذا سأفعل الآن؟ أدركوا إسرائيل يا عباد الله. إسرائيل تشيعت. الشيعة أخطبوط تمكنوا من تشييع إسرائيل. يا إلهي يجب تحرير فلسطين. نعم يجب تحرير فلسطين من إسرائيل الشيعية. هؤلاء الروافد أي دولة يدخلونها يشيعون شعبها. كيف يفعلون ذلك؟ تبا للفيروس الشين الشيعي، هذا الفيروس اللعين. معنا الآن على المباشر من تل أبيب مراسلنا قطيطة، كيف هي الأوضاع هناك في إسرائيل بعدما أعلن رئيس الدولة أنها دولة شيعية؟ نعم، أنا أتواجد الآن في تل أبيب مع هذا الإسرائيلي المتشيع. نعم، ماذا يمكنك أن تقول لنا؟ نعم، لا أعلم ماذا تريد أن أقول لكم، وأنا أيضا لا أعلم. قل أي شيء، هيا أتكلم عن ماذا؟ هو فين السؤال؟ نعم السؤال، حدثنا كيف أسلمت ولماذا تشيعت؟ أنا يا سيدي أسلمت عندما عرفت من هو محمد، وتشيعت عندما عرفت من هو عمر. اشرح لنا أكثر. أنا أحببت محمد الشيعة، الرجل المعصوم من الخطأ ومن النسيان والمبرأ من كل عيب وشين. وأما محمد السنة فهو كما قرأت في كتب السنة وفي صحيح مسلم أنه رجل شتام لعان يلعن أصحابه الغير مستحقين للعن، ويبول على الزبالة والعياذ بالله، ويريد الانتحار، وفي آخر أيام حياته أصبح مجنونا كما قال عمر أنه يهجر. فأي مسلم يقرأ هذه الكتب حتما سيتشيع. أفهم من كلامك أنك أحببت محمد الشيعة على محمد السنة. تماما، وأيضا تشيعت بسبب جهل عمر بالدين. نعم، كان جاهلا بالدين، لا يعرف حتى معنى الكلالة، بل مات ولم يعرف معناها رغم أن رسول الله شرح له معنى الكلالة. وأيضا إذا كان جنوبا ولم يجد الماء ما كان يصلي بسبب جهله بكتاب الله، لأن آية التيمم موجودة في كتاب الله. فتخيل أنه كان خليفة المسلمين وكان يفتي الناس بعدم الصلاة، يعني يفتيهم بغير علم، والإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر. فكيف أتبع عمر الذي أضل الناس وجاهد بكتاب الله وبسنة رسول الله، وهو القائل حسبنا كتاب الله؟ فهو جاهل بالدين لأنه ألهاه الصفق في الأسواق. أما العالم الحقيقي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هو أعلم الصحابة، بل وكان يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فأنا جلست مع نفسي أفكر في الأمر وقلت كيف لي أن أتبع عمر الجاهل بالدين وأترك أمير المؤمنين باب مدينة علم رسول الله؟ فأنا لي عقل أفكر به، وفضلت أمير المؤمنين على عمر. فلا يعقل أن شخص جاهل مثل عمر في أمور الدين يكون خليفة المسلمين، هذا لا يقبله لا عقل ولا منطق. أفهم من كلامك أنك لا ترضى على نفسك أن تتبع خليفة جاهل في أمور الدين، وأنك تفضل الأعلم على الجاهل، أليس كذلك؟ نعم يا أخي، نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الأمر واضح، ولا فقط العلم بل حتى الشجاعة. أنا كنت أعتقد أن عمر كان شجاعا وكان يقتل المشركين في الحروب، وكان من الأبطال الذين لا يشق لهم غبار، وأنه كاسر ضلع كسرى. فكنت أتصور أن عمر كان في الصف الأول في الحروب، ولكن تبين أنه كان جالسا في بيته والجيش هو الذي يقاتل ويحارب. وعندما تعمقت في البحث وجدت أن عمر كان جبانا يجبن أصحابه ويجبنونه، ولم يقتل مشركا في حياته، ولم تسجل له بطولة واحدة له في أي حرب، بل كان يهرب إلى الجبال وينزو كأنه أروى. وعند البحث انصدمت وقلت كيف خليفة المسلمين جبان وجاهل بالدين؟
وعندما بحثت أكثر في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وجدت أنه بطل الأبطال، قاتل مرحب، والكرار غير فرار. فأنا لا أرضى عن نفسي أن أتبع خليفة جاهل وفرار وأترك الخليفة العالم الكرار. لهذا تشيعت، والحمد لله. كما سمعتم مشاهدينا الكرام من هذا الإسرائيلي المتشيع، فإسرائيل أعلنت أنها دولة شيعية. لا 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 لا، الأمر خرج عن السيطرة. مش ممكن. يجب أن أزور حتى أغطي على كل هذه الفضائح التي جاءت في كتبنا. والله صدق سيدنا عمر، صدق حين قال: حسبنا كتاب الله. هذه الكتب لا تزيدنا إلا فضائح. تعبنا من التزوير والتحريف ومن كذا وكذا، فلان وفلان، وإلى اليوم لم ننجح. ماذا سنفعل يا إلهي؟ ماذا سنفعل؟ نعم، بدل أن نمنع كتب الشيعة أن تباع في بلداننا، الأولى أن نمنع كتبنا هذه من البيع. لقد فضحتنا. ماذا سنفعل؟ هل نحرق هذه الكتب؟ يجب أن أعد الكلاوات ثم الكلاوات بشكل جيد. حضروا كلاواتكم يا شيوخ السنة، كل واحد يحضر آخر ما لديه من الكلاوات. اليوم سأخرج في خطبة عصماء على المنبر وأحرض على إسرائيل الشيعية. نعم، سأحرض بالكلاوات. هذا سلاحنا الفتاك، سلاح الكلاوتشية. الحمد لله فاضح السنة، ناصر السنة، بأهل السنة، من أهل السنة، السنة. وصلى الله على سيدنا محمد. سلم. أيها القطيع، أيها المسلمون والمسلمات، والمؤمنون والمؤمنات، والأخوة والأخوات، والأطفال والرجال والحيوانات والنباتات والمجرات والكواكب والبحار والأنهار والجبال. الجبل كما تعلمون طيلة 500 سنة ونحن ندافع عن فلسطين. نعم، ندافع عنها لأننا رجال، فكل عام كنا نصدر أغنية جديدة دفاعا عن فلسطين. هيا فلسطين، هيا فلسطين. احنا قادمون، احنا قادمون، رغم أننا إلى اليوم لم نصل. ما في مشكلة، سنصل إن شاء الله، ولو بعد 500 سنة أخرى، لا تقلقوا، سنصل. وأيضا في كل جمعة كنا نخطب خطبة عصماء دفاعا عن فلسطين، وكنا نخرج في مظاهرات واحتجاجات، وإلى اليوم لم تحرر فلسطين من هذا العدو الإسرائيلي. كنا مع الأسف مكفوفين الأيدي، ونشاهد طم وجيري ونشرب الحليب مع بول البعير، ولكن اليوم إن شاء الله عز وجل سنجاهد في سبيل الله، سنجاهد في سبيل الله، وسنحرر فلسطين من العدو الإسرائيلي الشيعي. جهاد جهاد جهاد، تكبير تفجير، الله أكبر، إلى الجهاد، الله أكبر، إلى الجهاد. نعم، سوف نحرر فلسطين. لا بارك الله فيكم إذا لم تحرروا فلسطين اليوم أيها المجرمون، عفوا أيها المجاهدون. سوف نحرر فلسطين من إسرائيل الشيعية، هذه الجرثومة، هذا الأخطبوط. قد تمكن الفيروس شين من الدخول إلى إسرائيل، وكل الشعب أصيب بالفيروس شين الشيعي وتشيع. ولكن أتعلمون من هو السبب؟ أتعلمون من هو السبب؟ نعم، إيران هي السبب في كل ما يقع في العالم. إيران هي السبب. البارحة سقطت لحيتي المقدسة، وكان السبب في ذلك إيران. أيها المسلمون،
إن إسرائيل المتشيعة الآن تنال من آلهتنا، عفوا أصنامنا، عفوا صحابتنا الكرام، يطعنون في أمنا عائشة. أتطعن يا إسرائيل في أم عائشة؟ سوف نأكلكم أكلة. فيا أهل السنة استعدوا لتحرير فلسطين. صبرنا 500 سنة وكنا سنصبر 500 سنة أخرى، ولكن الآن حان الوقت لتحرير فلسطين. جهزوا الأحزمة الناسفة والصواريخ والدبابات والطائرات والكلاوات. اسمعوا يا عباد الله، هذا الجهاد هو في سبيل الله، وإذا قتلتم فأنتم في الجنة قطعا قطعا في الجنة. فإذا رأيتم إسرائيل يهودي فلا تلمسوا منه شعرة واحدة، أما إذا كان متشيعا فلا تتورعوا في أكله حيا. وفرقوا بين اليهود وبين الشيعي. إذا سألتم إسرائيل عن عمر ورأيتموه ينظر إلى الجبل فاعلموا أنه شيعي يمارس التقية، وإن كان يهوديا فهم إخواننا بغوا علينا، نعم، فلا تؤذوه أبدا، فلهم دينهم ولنا ديننا ولا شأن لكم بهم. وإن كان شيعي فأنتم تعرفون ماذا تفعلون به، ولكم الجنة وحور العين، هذه مجربة، نعم مجربة. وإذا أخطأتم وأصبتم إسرائيل يهودي فلا تقلقوا، ستكونون قد اجتهدتم وأخطأتم ولكم أجر ونصف حور العين. هذا هو ديننا الجميل الكيوت. فاستعدوا لا بارك الله فيكم، ولا تنسوا أن تكبروا تكبير الله أكبر. نحن قادمون يا فلسطين إلى الجهاد يا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا الموجز الرياضي، عفوا هذا الموجز الإخباري العاجل. توصلنا بأنباء عاجلة تشير على أن المجاهدين قد تمكنوا من تحرير فلسطين، والحمد لله بعد 500 سنة من الانتظار، وذلك بأن المجاهدين تمكنوا من القضاء على دولة إسرائيل الشيعية. وخلال مشاهدات الفيديوهات التي أرسلت لنا، طبعا لا نستطيع أن نعرضها لكم لبشاعتها، لأن فيها كثير من الرؤوس والأيادي والأحشاء بسبب التكبير والتفجير بالأحزمة. نعم، في خلال 24 ساعة تم تدمير إسرائيل الشيعية عن بكرة أبيها، والآن لا توجد دولة اسمها إسرائيل. فالشكر يرجع للأبطال المجرمين، عفوا الأبطال المجاهدين في سبيل الله. وأما المجاهدين الذين استشهدوا فهم الآن في الجنة قطعا مع حور العين. نعم مشاهدين الكرام، انتهى هذا الموجز، ولا تنسوا أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، على الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها. خير الله أكبر، الله أكبر. ماذا تفعل يا رجل؟ لم أفعل شيء، أنا أستمع لنشيد. ما بك؟ لماذا تصرخ في وجهي؟ الله أكبر. ماذا فعلت؟ هل تريد أن أفجر نفسي؟ هيا فجر نفسك. تفجير. هيا مع السلامة، سلم لي على حور العين. ما به هذا الرجل؟ لماذا هذا الفزع؟ أنا فقط كنت أستمع لنشيد. مش ممكن يا اخوان الاختراق الشيعي. انا فوجئت برضو من فتره ان هناك نشيد
موجود في على الموبايلات، ومع الاسف مع بعض الاخوه السلفيين. صلى الله على طه خير الرسل وازكاها، وعلى الكرار ابي الكرم، وعلى الزهراء وابناه. الله اكبر. وعلى الكرار ابي الكرم والزهراء وابناها صلى الله. ماذا تسمع؟ ما بك أنت أيضا؟ أنا أسمع لي نشيد. الله أكبر، هذا فيروس الشين الشيعي وليس نشيد. فيروس الشين؟ هل جننت؟ هذا نشيد يا رجل. ألم تسمع تلك الكلمات الكفرية الشركية؟ كلمات كفرية وشركية؟ نعم. ألم تسمع ماذا يقول هذا النشيد الكافر؟ إن هناك نشيد موجود على الموبايلات، ومع الاسف مع بعض الاخوه السلفيين. صلى الله على طه خير الرسل وازكاها. هذا كفر، شرك بالله. صلى الله على طه خير الرسل وازكاها. يا الله، سوف افجر نفسي من هذه الكلمات الكفرية. انه يسب رسول الله ويقول ايضا وعلى الكرار ابي الكرم. الله اكبر، وعلى الكرار ابي الكرم. على الكرار، هذا كفر، شرك بالله. سأفجر نفسي، لا أتحمل هذه الكلمات الكفرية. ويقول أيضا وعلى الزهراء وأبناه. الله أكبر. وعلى الزهراء وأبناها. الزهراء أذني لا تتحمل سمع هذه الكفريات. الله أكبر. الله أكبر. يا إلهي، لم أنتبه. نعم، هذه كلمات كفرية شركية. إنهم يسبون أهل بيت رسول الله. هذا ليس نشيد، هذا فيروس الشين الشيعي. هل تشيع الانترنت؟ هل تشيع هاتفي؟ ارمي ذلك الهاتف الكافر أيها الحقير، أيها الخنزير، أيها اللعين، أيها المجرم، أيها الذي لا اسم لك. كيف لم تنتبه إلى هذا الكفر والشرك البواح؟ هذا النشيد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي عليه، صلى عليه وسلم. هذا النشيد يسب أهل البيت، ونحن نموت في حب أهل البيت. يقول عن علي أنه كرار وأبو الكرم، لا بل ويسب فاطمة ويقول عنها الزهراء. يا إلهي، كيف لم أنتبه إلى هذه الكلمات الكفرية؟ هل إحنا ممكن مثلا يجي في يوم من الأيام نخترق إيران ونمرر كده رضي الله عن أبي بكر وعمر؟ كيف مرروا هذه الكلمة الكفرية إلينا؟ إنه الإنترنت؟ يا إلهي، إذا هاتفي أصيب بالفيروس الشين الشيعي؟ نعم، هذا الهاتف ارتد وتشيع، تم اختراعه وأصيب بالفيروس الشين. يا إلهي، ماذا نفعل يا أخي؟ يجب تفجير هذا الهاتف الكافر المشرك، وإلا سنصاب بالفيروس الشين. نعم، الحل هو التفجير والتدمير. هيا بنا تفجير. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.